وشريط حياتي بيعدي من قدام عينيا، وانا بشوف الخبر بتاع السفينتين الحربيتين اللي طالعين علشان خاطر يحموا اسطول الصمود من اسبانيا وايطاليا، وانا بسمع عن المواطنين اللي تظاهروا وقعدوا في الارض على البرلمانات علشان خاطر يضغطوا على الحكومات تطلع السفن الحربيه دي. اصل الحكومات دي ما صحيتش الصبح قالت لك بس خلاص انا عندي انسانيه ورحمه وهطلع السفن دي، لا، في ضغط وعمل نقابي واستمراريه ادى الى هذه الخطوه. اسباب اخدوا بالاسباب، ربنا سبحانه وتعالى حط الكون وجعل ليه اسبابه. فالناس اللي بتقعد تدعي دايما وتقول يا رب انصرنا يا رب انصرنا، الاسباب ايه؟ خدنا بالاسباب ولا لا؟ ولا احنا دعينا بس؟ بفتكر قصة ذي القرنين، ان لما الناس كانت بتعاني من جيران سوء في الارض، وذي القرنين اخد بالاسباب وبنى السد علشان يحميهم، صح؟ ف شريط حياتي بيعدي من قدام عينيا بقى وانا بسمع الخبر ده. ليه؟ عشان في واحده دخلت تتخانق معايا وشخصنتها، وانا كان عندي الصبر ارد عليها في 10 فيديوهات سلسله كامله. قالت لي ما تتكلميش، المعبر كده 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 اتقفل، وخلي الناس تلف من الناحيه التانية من اي معبر تاني. والله حصل. ساعتها انا استفزت جدا. ليه؟ لان انا عارفه ان ده غلط. يعني انا ممكن لو انا شايفه ان ده غلط ومش عايزه اتكلم ما اتكلمش على استحياء، انما ان انا اتكلم واوحشه لا. ان انا ابقى مع الاعلاميين اللي يتوحوحوا في نار جهنم دول، شكرا دنيا واخره، لا 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 لا. ليه وانا فروجه؟ الحمد لله ربنا خرجنا مننا على خير، ما نشوفش الخلق دي الناحيه التانية، اللهم امين. فاتخانقت معايا، وكان من ضمن اقتراحاتها ان الناس دي تلف من البحر. ما استنوش 44 سفينه، ما استنوش لما طلعت سفينه مادلين. ليا واحده صاحبتي اسمها زيبه، هي بقى لها كذا شهر ما بتطلعش، بس زيبه ساعتها عملت قصيده بالامريكاني، وقالت ساعتها طب ليه سفينه واحده؟ ليه مش كذا سفينه؟ لو سفينه واحده طلعت نطلع كلنا وكل واحد يطلع بسفينه. زيبه يعني انا حابه اشكرك، لانه افكارنا هي ما نصبح عليه. انت لما بتفكر في حاجه مع الوقت بتآمن بيها، بتبتدي تتحرك على أساسها وتصبح الشيء اللي انت فكرت فيه. فاختاروا كويس قوي الكلام اللي انتوا بتقولوه في الاختبار ده. ليه؟ لأنه الاختبار ده مش هيطول. اختبار فيه مبتلين ومختبرين. مبتلين دول ظلني والله أعلم ان ربنا أعلم بيهم انهم نجحوا فابتلاهم عشان يرفعهم درجات. أما المختبرين الغلابة اللي زينا مختبرين بالنعمة أو بالحرمان من نعمة. ففي حالة النعمة كنت متواضع كفاية، أدركت ان انت مش واخد النعمة دي على استحقاق حتى ولو سعيد بالأسباب، انه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي صاحب المنة والفضل، وده ينطبق على أفراد ودول. انه لو انت محروم من النعمة هل اتمنيتها لغيرك؟ هل وصلت صوته حتى لو انت عارف ان صوتك مش واصل؟ أسئلة كونية كبيرة بقى، يعني تحس انه تيريرين تين 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 حاجة كده. يعني انا حاسة انه اختبار غزة في اخر سنتين غير كل حياتنا، فاللي جاي يكون تاني خالص غير اللي فات بسبب غزة. حاجة اخيرة، اللي ذاكر واللي نجح، وعلشان الناس تنتصر لازم ناخد بالاسباب. بس ده مش معناه ان ربنا موقف نصر الناس دول على الناس اللي هتاخد بالاسباب. فوعد ربنا انه هينصر الناس دي باللي خدوا بالاسباب او من غيرهم. نصرهم ليه ميعاد محتوم. فكونك انت تختار تبقى جزء من ده، لعل ربنا يمن عليك. ما اخترتش، اتكل على الله وربنا هيبدلك بحد غيرك ينصرهم. فلسطين.